في مصر حوادث كان بعضها كارثيا وطرح تساؤلات بشأن مستوى الأمن في المطارات المصرية. في 31 من أكتوبر تشرين الأول الماضي تحطمت طائرة ركاب روسية فوق سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ باتجاه سان بطرسبرغ في روسيا. قتل حينها 224 شخصا كانوا على متن الطائرة. كارثة نجمت عن عمل وصف بالإرهابي وفق ما كشفت التحقيقات الروسية لاحقا، فقد عثر في حطام الطائرة على آثار متفجرات. وأكدت موسكو أن تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع على متن الطائرة أدى إلى تحطمها، وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن العملية. توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها بملاحقة المسؤولين عن الهجوم الذي اعتبر من الأكثر دموية في تاريخ روسيا. حادثة أخرى وقعت في 29 من مارس آذار الماضي. اختطفت طائرة ركاب مصرية على متنها 56 شخصا بعد إقلاعها من مطار الإسكندرية باتجاه القاهرة. أجبرها الخاطف المصري الجنسية حينها على تحويل مسارها إلى مطار لارنكا في قبرص بعد التهديد بوجود حزام ناسف بحوزته، قبل أن يتبين لاحقا أنه ادعاء مزيف. وبعد ساعات انتهت الأزمة باستسلام الخاطف ودون وقوع ضحايا. لم يكن للحادث حينها أي ارتباط بعمل أمني، لكنه أعاد إلى الواجهة تساؤلات كثيرة بشأن أمن المطارات في مصر، لا سيما أنه جاء بعد نحو 5 أشهر من عملية تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء.